احنا بنفتح توبيه في المغرب السنه دي. سوق البيع بالتجزئة في مصر شايف إنه إلى تطور، والّا شايف إن لأ، آن الأوان يبقى فيه صناعة كمان؟ يعني شايف السوق إزاي، اللي جاي عامل إزاي؟ سؤال من راجل بتاع بزنس يعني. الله يكرمك يا ال ال دكتور. الأول حاجة إحنا كنا الفترة اللي فاتت دي بنexpand برّه مصر، إمم. فشُفنا بلاد كينيا والمغرب ورُحناهم، وبالمناسبة إحنا بنفتح توبيه في المغرب السنة دي. exclusive. اكتشفت بنفتح exclusive. ال ال اكتشفت لأ، إن إحنا في مصر متطورين جدًا في الretail compared لبلاد متقدمة. المغرب بلد متقدمة، يمكن إمم. كينيا طبعًا مش بالتقدم بتاع المغرب. المغرب بلد متقدمة وwell established، إمم. بس الretail industry شكل المولات، شكل even الexperience اللي بتاخدها بتاعة جوّه المستهلك. جوّه الstores، في مش بس في الelectronics، في الfashion. ت لأ، إحنا في مصر الحقيقة من رواد المصريين، التجزئة. يعني من رواد التجزئة. يمكن اللي أشطر مننا دبي شوية عشان بلد العيد لكن إحنا في مصر لأ، leading فعلًا حلوة اسمها النظرة دي. يعني أنت شايف إن إحنا لأ، بنسيرف experience أقوى ما بنسيرف أو نقدر نسيرف quality سواء كان في التجميع أو في التصنيع. فلأ، أنت شايف أنت متمكن هنا، فgo on هنا ودي مساحتك العب فيها. حاجة لطيفة بقى اكتشفتها هناك وإحنا مثلًا في المغرب مثلًا إمم. أو في كينيا. في كينيا لقيت 3، 4 مصريين فاتحين brands مصرية بتاعة fashion ومكسرين الدنيا هناك. في المغرب لقيت سواق تاكسي بيقول لي: "أنت في مصري في محل dessert بتاع واحد مصري يمكن بقى هنا فاتح وواقف فينا عليه طوابير ومكسر الدنيا." فإحنا الحقيقة المصريين لأ، شاطرين يعني، لينا credibility في شاطرين، التجزئة أكتر من والناس بتحب تشتري إمم. مننا صح. لطاف مش قفوشين. صح، 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 دي حقيقة فعلًا. فالحمد لله يعني.